السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كلكم على خير وبخير ان شاء الله وبصحه جيده. مرحبا بكم في فيديو جديد في القناه اللي غنهضروا فيه على الخطط او الاهداف اللي كنرسموها كل عام. كيجي دابا راه حنا في اواخر 2025 2026 ان شاء الله على الابواب، لا يدخلها علينا وعليكم بالصحه والسلامه والرزق ان شاء الله وراحه البال. وكوف بداية كل عام بزاف ديال الناس كيديروا هذوك المخططات، كيجيو وكيكتبوا. صراحة انا ديك الطريقه ما كنديرهاش، ولكن بزاف ديال الناس كيديروا داك كيكتبوا. وصراحه بزاف ديال الناس كتنفعهم هاد الطريقه، انه يكتب الاهداف ديالو ورجع ليها. انا جربتها واحد المره وما نفعتنيش الصراحه. صافي يعني كنرسم داكشي اللي غنبغي ندير كنديرو مع راسي، فهمتي؟ يعني ما كنسجل. بغيت نرجعوا حنا انا وياكم لعام 2025 واخا مازال فيه، يعني نرجعوا لهذيك الورقه اللي كتبنا في بدايه 2025، وهذوك الاهداف اللي حطينا في دماغنا في بدايه 2025 واش وصلناهم او لا غير غاديين وصافي، او لا اصلا كاع ما كنخططوا. يعني كل عام كيجي كيلقانا كما العام الفايت، ما كنخططوا ما كنحلموا ما والو. زي ديك الورقه الا كنتي كتبتيها، شوفي فيها وشوفي واش فعلا وصلتي هذوك الاهداف اللي رسمتي، او لا على الاقل واش حققتي واحد الهدف من هذاك الشيء اللي كتبتي ولا جوج. الا كنتي حققتي واحد جوج ولا ثلاثه راه مزيان، ولا واحد غير واحد هدف راه مزيان. هذا العام بغينا نركزوا على الكيف وليس الكم. يعني هذا العام ان شاء الله الا غتبداي بغير جوج اهداف بركه، حيت شي مرات كيجينا داك العجز ملي كنكتبوا بزاف ديال الاهداف، كيبان لينا العام طويل واخا نحقق فيه بزاف ديال الاشياء، وكنكتبوا كنتحمسوا كنكتبوا في البدايه بغيت ندير في الاخر ملي كتشوفي ديك الورقه ولا ملي كتهبطي للواقع وكتبداي تحققي هذوك الاهداف ولا تبداي فيهم، كتلقايهم كثارين عليك، كتعجزي وكتخلي كل شيء. يعني صافي كتخلي كل شيء ما كديري فيهم حتى شي حاجه. فين هذا العام بغينا نركزوا على جوج الاهداف بركه. حتى غير جوج الاهداف بركه وحققيهم. ملي تسالي هذوك الاهداف ماشي ضروري تسني حتى العام الجاي عاوتاني باش تكتبي اهداف اخرين، ولا باش عاوتاني ديري اهداف اخرين تحققيهم. بمجرد تسالي هذوك الاهداف، واخا في وسط العام مثلا ساليتي هذوك الاهداف حققتيهم، ديري عاوتاني هدف واحد اخر او لا جوج اهداف. الماكسيموم انا كنقول ماكسيموم جوج الاهداف، يعني جوج الاهداف بارك عليك. هكا كتعطي لهم الوقت، وحتى انت ما كتحسيش بالستريس، وكتبداي بشويه بشويه. الا درتي مثلا هاد العام بغيت نتعلم مثلا اللغه الايطاليه، صافي غادي كتبتيها على جنب، يعني غتخصصي ليها كل نهار 15 دقيقه ولا نص ساعه على حسب انت والوقت ديالك. هذا هو الهدف ديال هذا العام. عارفك بلي مازال ما خديتيش البيرمي، عارفك بغيتي يكون عندك دخل اللي هو خاص، ما بغيتي تسناي زعما كل مره تطلبي من راجلك يعطيك، ولا يعني كتبغي تديري هذاك المدخول الخاص ليك. ولكن كاين هذوك اهداف خليهم على طرف وركزي على الاهم. غتغرب لكم شي هذيك الاهداف وغتقولي دابا بغيت اللغه هي الاولى، يعني باللغه غنقدر ندوز البيرمي، غنقدر نلقى شي خدمه، غنقدر ندير بزاف ديال الاشياء. يعني بدي باللغه فقط، ما تكتبيش في هذا العام بغيت ندير اللغه، بغيت ندير البيرمي، بغيت. ديري اول حاجه اللغه، وديري معها واحد الهدف صغير. دابا اللغه هدف كبير، يعني واحد الحاجه اللي كبيره ما غاديش تعلميها في نهار ولا يوم ولا 3 ايام ولا سيمانه ولا شهر. راه اللغه هذيك يعني خصها وقت على الاقل باش تعرفي تواصلي، باش يكون عندك لي بازي ديالها. غتقولي غنتعلم اللغه، ومن بعد وديري معها واحد الهدف صغير. مثلا انا غنتعلم اللغه ونحيد السكر باش زعما نقاد صحتي مثلا، او لا غنتعلم اللغه وكل نهار في الليل نقرا شي كتاب، مثلا شي كتاب تختاريه نتيا باش تكون عندك حتى عاده القراءه. كتقولي دائما كل نهار بغيت نقرا ما كتقرايش حتى شي كتاب. ديري هاد العاده. مثلا جوج اهداف هاد العام، غنتعلم اللغه وغنتبنى عاده القراءه. صافي نص ساعه ديالك في الصباح مثلا قبل ما تفطري غتنوضي غتقراي هذيك نص ساعه اللغه. صافي نص ساعه راه ما والو، يعني نص ساعه في 24 ساعه راه والو. نص ساعه في الصباح غتقرايها حتى الليل قبل ما تنعسي. في الكوافوز ديالك حدا راسك كتحطي واحد الكتاب، سواء روايه سواء اي حاجه بغيتيها، المهم تتبناي هذيك العاده ديال القراءه.
غتهز الكتاب وتقراي فيه 2 صفحات 3 صفحات على حسب حتى يديك النعاس صافي وتحطي وتنعسي. وهكذا غتلقاي راسك في نهاية العام اللي درتي فيه هذا الهدف راك وصلتي مثلا صافي تعلمتي بزاف ديال الاشياء في اللغه الايطاليه، غتلقاي راسك راه قريتي بزاف ديال الكتوبه وصافي. هذاك العام الاخر غيلقاك نتيا تهنيتي من هذوك الاهداف حققتيهم حيت بساطين ركزتي على 2 اهداف فقط، ما عمرتيش الورقه بالاهداف اللي ما عندهاش كما كنقولوا غير احلام وصافي واهداف غير واضحه. كيفاش اهداف غير واضحه؟ اهداف الواضحه هي كتقولي بغيت ندير ما كتحطيش خطه باش ديري. الا كتقولي بغيت ندير ما كديريش. الا كتحطي الخطه دابا بغيت انا نتعلم اللغه ها كيفاش غندير بغيت نتعلم نتبنى عاده القراءه ها شنو غندير هكا كتكون الاهداف بسيطه وكتكون واضحه جدا، يعني باين في نهارك شنو غديري وصافي. غيدوز كما قلت لك العام غتلقاي راسك راه حققتي 2 الاهداف. وما احسن حاجه انك تحطي غير 2 ديال الاهداف وتركزي عليهم وتحققيهم، اولا تكتبي بزاف ديال الاهداف وفي الاخر كتلقاي راسك تغلبتي وكتجلسي كتقولي حتى العام الجاي عاوتاني ونعاود وكتعاودي نفس الغلط. افضل حاجه هو 2 ديال الاهداف بركه عليك. كيدوز العام كتلقاي راسك راه حققتيهم صافي وكدوزي عاوتاني لحاجه اخرى، حيت العام راه دغيا كيدوز. كيبان لنا شي مرات هذيك 365 يوم بحال وبزاف في الاخر سبحان الله البركه ما بقاتش في الوقت، دغيا كيدوز العام كتلقاي راسك راه هذيك الورقه اللي كتبتي كتشوفيها كتلقاي ما حققتي فيها حتى شي حاجه. بالنسبه للناس اللي كيكتبوا كاين بزاف ديال الناس ما كيكتبوش ومع ذلك كيحققوا الاهداف ديالهم. كل هدف كيوصلوا وكيكتبوا عاوتاني اولا كيكتبوا في راسهم وكيديروا في راسهم اهداف اخرى. والحمد لله راه بشويه كنقول لكم دائما التقليل وليس الكم، يعني التقليل من الحاجه الكيف وليس الكم. دائما كنقولوا الكيف وليس الكم، يعني الكيف وليس الكم. شويه احسن من بزاف وما ديري فيها حتى شي حاجه. كوين دابا غنخليو الا رجعتي ولقيتي باللي ما حققتيش حتى شي حاجه في هذا العام وغيجيك الاحباط وداك الشيء، بدلي الاستراتيجيه. عرفي باللي كاين غلط في الطريقه اللي كديري فيها اللي كتخططي فيها المستقبل ديالك. بداي باشياء بسيطه وبجوج الاهداف بارك عليك. 2 الاهداف بارك عليك. حتى الا مثلا لقيتي راسك في هذا العام كتبتي مثلا 5 ديال الاهداف 6 وحققتي فيه غير 1، فرحي بهذاك الواحد اللي حققتي، راه مزيان ماشي زعما ما حققتي والو. فرحي بهذاك الهدف اللي حققتي وفي هذا العام الجاي ما تكتبيش عاوتاني 6 ولا 7 ولا 5 ديال الاهداف ولا على حسب، يعني غتكتبي 2 ديال الاهداف بارك عليك وتحققيهم. يعني هدف يكون كبير وهدف معاه يكون صغير. ما تقدريش ديري 2 اهداف كبارين حيت كما كنقول لكم يعني غيحطكم في الضغط. خاصه انا كنوجه كلامي للامهات اللي كاينين في الدار، يعني عندهم مسؤوليات اخرى واشغال اخرى في المنزل اللي غتخليهم كيتسناو غير امتى غير يحطوا راسهم كما كنقول. اذا انتيا ما تكثريش على راسك، بارك عليك هذاك الضغط اللي عندك وهذيك والدار وداك الشيء. ديري هدف كبير واحد وهدف معاه صغير صافي بارك عليك. هكذا ان شاء الله كل عام كدير بحال هكا كتلقاي راسك دازت مثلا 5 سنين ولا 4 سنين ولا على حسب، كتلقاي بزاف ديال الاهداف اللي كنتي رسمتيهم راك وصلتي لهم وحققتيهم بطريقه الكيف وليس الكم. المهم هذا هو الفيديو ديال اليوم، ما بغيتش نطول فيه بزاف. قولوا لي شنو هما الاهداف اللي كنتو حققتوهم في هذا العام واهداف اللي ما حققتوهمش، وفي العام الجاي ان شاء الله شنو ناويين، يعني واش ناويين ديروا هذه الخطه اللي قلت لكم ولا نفس الطريقه. وقولوا لي الطريقه ديالكم نتوما في تحقيق الاهداف، يعني نستافدوا من بعضياتنا كيفاش كديروا. حيت شي مرات دائما كنبداو شي حاجه وما كنساليوهاش، كتوقع ليا بزاف بهذيك الطريقه. يعني كتلقايها باللي انت درتي واحد الضغط كبير على راسك، كتقولي صافي كتستسلم من كل شيء وكتخلي كل شيء. ولكن هذه الطريقه ما خصناش نديروها. دائما ركزي على هدف واحد ولا 2 الاهداف، هدف كبير وهدف معاه صغير وبارك عليك. المهم نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي. خليوا لي التعليق ديالكم ورايكم في الفيديو
وشاركوا معايا كما قلت لكم تجربتكم وطريقتكم في تحقيق أهداف باش كل شيء يستافد إن شاء الله. يلا بسلام عليكم.